عارفه ان انا وحشتكم، وعارفه ان فيديوهات الميك اب وحشتكم، وكميه الاسئله اللي بتجيلي لما بعمل فيديو جيت ريدي وذ مي. ايه اكتر برودكت انت بتحبيها؟ ايه اكتر برودكتس انت بتستعمليها؟ ايه اكتر برودكتس لو خلصت من عندك هتجيبيها تاني؟ this video is for you. هو مبدئيا كده لو هبتدي باكتر برودكت حاليا انا بحبه هي الهاد باند دي. بجد الهاد باند دي جبتها من سيلف ذا براند. نادرا لما بلاقي هاد باند على مقاسي، يعني هي مقاسي وكمان فيها فاهمين، لكن دايما الهاد باندز اللي بجيبها بتبقى اللي هو ايه، بتقدرني شويه يعني. ف يلا هنبتدي. طيب البرودكتس اللي انا هستعملها في منها افوردبل، في منها لا، علشان بس نبقى واضحين. في منها نقدر متوفره في مصر، في منها متوفره في الميدل ايست عامه في الامارات او كده، وفي منها ممكن نجيبها. هقول لكم بالظبط انا جبت الحاجات دي منين وامتى. طيب اول حاجه هنستعملها هحطها، بس هحط ليب بالم. بصراحه انا هحط بتاع فانتي بيوتي. انا هحاول على قد ما اقدر، مش هحاول على قد ما اقدر، انا اي ويل دو ماي بيست ان انا يعني استعمل برودكتس بويكوت فريندلي. بس انتوا برضو نبهوني لو في حاجه انا مش عارفاها، لان انا ما قريتش الليست كلها، لان في ويب سايت اسمه BDS موفمنت هو بيدي الحاجات اللي هي الصريحه، اللي هو تو بويكوت بصراحه. ف الحاجات اللي انا ما شفتهاش على BDS موفمنت انا لسه بستعملها، ومش قصدي ان انا ابروموت، بس قولوا لي لو في حاجه بالسورسز لو سمحتوا، عشان في ناس ما شاء الله بتكنسل حاجات مصريه يعني. anyways لازم قبل اي يعني ما نعمل ميك اب فيس بريب، فهنرطب الوش كويس قوي. فهنستعمل الليب بالم بتاع فانتي بيوتي بتاعت الماركه بتاعت ريانا. طيب سو بيزيكلي انا ما اشتريتش، انا عندي برودكتس كتير لفانتي بيوتي، ولو هي مش في البويكوت ليست فهعمل لكم في الفيس اوف فانتي بيوتي، لان انا جبت برودكتس كتير من عندها. اللي انا عايزه اقوله ان فانتي بيوتي متوفره ان احنا نجيبها في مصر عادي جدا، بالعكس ده ما فيش شيبنج وما فيش جمارك كمان، بتيجي في حوالي 7 ل 10 ايام، ممكن 12 يوم بالكتير قوي. وتقدروا تدفعوا عادي بالفيزا، يعني اي ثينك تقدروا تدفعوا بالمصري تقريبا، مش فاكره بالظبط، بس يعني اللي انا اقدر اقوله ان البرودكت سعره بينزل بالمصري عادي، يعني تقدروا تترجموه بالكرنسي المصري. انا رطبت بالليب بالم بتاعها ده النورمال ليب بالم اسمه بلاش بودن، علشان في واحد تاني بالتشيري، بس انا جبت الساده. الفيس بريب بقى ده من رايي الشخصي احلى فيس بريب كومبو انا استعملته في حياتي، ده بتاع شارلوت تيلبري. اي ثينك شارلوت تيلبري معانا مش في البويكوت ليست. ده الماجيك سيرم بتاعها. انا جبت الترافل سايز لان الصراحه الترافل سايز ده من احلى الاختراعات في الدنيا، لان انت المفروض تجيبي الترافل سايز عشان تجربي، وبعدين لو عجبتك ابقي هاتي الفول سايز يعني. فهل انا هجيب الفول سايز من ده؟ ديفينتلي هجيب الفول سايز من الفيس بريب ده. انا كنت بس جبت الترافل سايز عشان اجربه. طيب للاسف شارلوت تيلبري على قد ما هي بجد منتجاتها كلها حلوه، جربتش منتجاتها كلها، بس المنتجات اللي انا جبتها جربتها حلوه، اللي هو الماجيك سيرم، بس هي حاجاتها غاليه جدا. هل هي متوفره في مصر؟ في بيجز تجيب الحاجات دي وبتجيبها اوريجينال عادي، بس انا الصراحه عمري ما اتعاملت مع بيج تجيب ميك اب اوريجينال. انا اوريدي علشان انا بروح دبي كتير، فاوريدي بعرف اجيب الحاجه من هناك عادي يعني. اوريدي شارلوت تيلبري عندها هول ستور في مول اوف ايميريت. نستعمل بعدها الماجيك كريم، بموت في هوم. هنبتدي بالاي ميك اب، وهحط الستيكرز دي على عيني، دي جايباها من SHEIN. فقلت زي ما قلت هبتدي بالاي ميك اب علشان بس مش هعمل يعني لوك خطير، يعني اللي هو هعمل حاجه بسيطه. هحط الاي كريم بعد، احنا اتعلمنا من اخطائنا. هحط الاي كريم بعد ما اخلص الاي ميك اب، علشان لو حطيت الاي كريم حاسه ان هو ده هيقوم شفطه. وهحط برده الكولر كوركتور بنفس الطريقه. سو بيزيكلي لو هبدا انا كده هبدا بكونسيلر، بس انا عايزه اتكلم عن الباليت دي باليت من سيفورا اسمها كولر شيفتر، ده من سيفورا طبعا. عاجبني قوي ان عشان دي الالوان بتاعتها اللي هي البنيات الارثي كولرز، وانا تقريبا 3/4 الاي ميك اب بعمله كده. هل في باليت تانية انا بحبها؟ بس this is my favorite. احنا قلنا full face of my favorite products. في باليت تانية انا بحبها جدا. اولا في باليت كده انا حاسه هي لازم تكون عند كل بنت، اسمها الكولر بورد، لان هي دي it's not my favorite الصراحه، بس يعني بستعملها in general. هي فيها الوان كتير قوي، يعني عامله زي الكتاب كده، فيها الوان كتير قوي، بس فيها الكولرز، فاهمين؟ ما فيهاش اللي هو ايه، هي بتجمع الوان كتير. بعد كده ريسنتلي شفت الباليت دي من I think من على فيل 22.
تقريبا موجوده اسمها فوريفر 52 تحفه، فيها بقى الدرجات الاسود والجراي علشان لو حد عايز يعمل سموكي ايز. انا كده وريت لكم تقريبا الاي شادو باليتس بتاعتي. طيب شي جلام في اي شادو باليتس خطيره، بس احنا دلوقتي هنستعمل بالذات اللي انا لابسه بني، فاحنا هنستعمل الاي شادو باليت دي. فهنبتدي بس بكونسيلر، هنستعمل كونسيلر بتاع شي جلام. انا اوريدي هتشوفوه شيد جولدن. انا لسه غاسله فرشي والبيوتي بلندرز، هروح اجيبهم واجي. لو سمعتوا دوشه عادي ما حصلش حاجه، علشان بس الست اللي بتساعدنا في تنظيف البيت جت وهي بره اوضتي، فانا اصلا لازم اخلص عشان تدخل اوضتي. anyways هناخد الكالر باليت دي. انا حطيت كونسيلر واسمه ايه، هاخد وثبت يعني عيني، هاخد اللون ده احطه بس هنا في عيني. كنت لما حطيت الميك اب بتاع فرح اللي انا روحته من كام يوم، كنت بصراحه استغبيت شويه وحطيت الغامق كله لحد حواجبي فما نفعش، والناس قعدت تقول لي ما تحطيش كده ما تعمليش كده، ف يو هاف افري رايت، عادي عندكم حق، بس حسيت ان هو اتس بيج ديل يعني، بس قلت لا خلاص قشطه مفيش مشكله تمام. طيب وهاخد بس البني، هخلي بالي والله، وهحطه بس من بره ومش هرفعه لحواجبي بس، عشان اصلا هحط ايلاينر بني تمام. هاخد بقى دي الجليتر وهحطه في الاول هنا، بس هو بيجمنتد قوي يا جماعه بجد، فهخففه شويه، هخففه هعمل له بس بلندنج كده بالايه الفرشه. I think I love this. كده خلصنا الاي ميك اب لذيذ جدا. هنخش على ده الاي كريم اللي هحطه ده برضو بتاع فانتي، بس انا بس عايزه امسح. دي احلى حاجه بقى انكم تعملوا الاي ميك اب الاول، لان الزيادات اللي بتنزل والبتاع اللي بينزل ما ينزلش على الكونسيلر، فتضطروا ان انتوا تمسحوا في نفس الوقت، تعملوا زي شارب كده لاين. ف حاسه ان النهارده ما كانش افضل يوم ان انا اصور في يوتيوب هنا، كان المفروض استنى، بس الفكره ان انا بدات اصحى بدري وان انا اعلم نفسي ان انا اصحى بدري، نسيت اعمل حاجه معينه اللي بعملها بعد البرايمر. فكنت بقول ان انا بدات اصحى بدري، بس انا فعلا النهارده صحيت الساعه 4:30 علشان عايزه ابتدي يومي بعد الفجر. اوكي سو بيزيكلي هنحط البرايمر دلوقتي. دول this is my two favorite primers، ده ميلك هايدرو جريب وده بتاع اسنس، ده الديوب بتاع جلو ريسيبي. فانا دلوقتي هحط بتاع اسنس علشان ميلك هايدرو جريب غالي شويه، فبحب احطه في المناسبات. بتاع اسنس عجبني جدا، هو بالووتر ميلون، كنت جبته من البوث بتاعه اسنس، واي ثينك اسنس متوفر في مصر عادي، مش فاكره يعني، ولو مش متوفر قولولي ايه البيجز اللي بتجيبه، لان هو بصراحه حلو قوي، فده لو خلص من عندي ديفينتلي هشتريه تاني. نيجي بقى للحواجب. اوكي سو بيزيكلي دول ماي تو فيفورت برودكتس. ده ريفاي ماشي، هو بصراحه ده جبته من لما كنت في دبي، بس جبته من على امازون كمان، ما لقيتوش في سيفورا اللي في دبي. وده قلم الحواجب بتاع نهى نبيل، خطير بموت فيه. كل الموضوع ان انا بحط البراو جel بتاع ريفاي، عقبال بقى ما البرايمر ينشف كده على وشي، بحط البراو جel بتاع ريفاي. احلى حاجه في البراو جel ده هو بجد مع حواجب العنيده خطير، بس اللي انا عايزه اقوله ان هو كمان هو عنده براش من هنا وعنده براش من هنا، تو براشز من هنا. البراش اللي هي اللي فوق دي اللي بتثبت لي بقى حواجبي. بس اللي انا عايزه اقوله ان هو مش متوفر غالبا يتجاب في مصر، او لو في بيج اوكي يا ريت تقولوا. بس البديل المصري بتاعه في براو جل اسمه هديل ناتشورال، خطير 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 خطير، بس هو خلص من عندي. بس هرفع بقى حواجبي وبالفرشه قلت اللي فوق دي بثبت كده، عشان هم اصلا رفاي عندهم براو جل تاني، بس انا مش خلاص بقى يعني، انا جبت ده لان ده احلى واحد شايفين.
بجد وحواجبي بتفضل بقى ثابته اليوم كله، فاهمين؟ بس الهباديل المصري بتاعه صدقوني بجد هديل ناتشرال، وانا كان عندي علبه، والفكره ان هديل ناتشرال بتاخد وقت كبير قوي عشان تخلص، وافوردبل قوي. يعني انا يوم لما جبتها تقريبا السنه اللي فاتت، جبتها بحوالي، ولا جبتها في اول السنه دي تقريبا بحوالي 100 وحاجه 200 وحاجه. ده طبعا غالي جدا يعني بالنسبه لي. لو اوكي انا جبت منه تاني، بس هجيب بتاع هديل ناتشرال يعني. اوكي كده خلصنا. طيب باجي بقى لو في المود بملى حواجبي بالقلم بتاع نهى نبيل، ده شيد بلاك 2.5. هو من هنا في فرشه ومن هنا اللون. بملى بس الفراغات البسيطه دي. انا عارفه ان انا المفروض اعملها قبل الجل، بس انا بحس ان اللون بيروح مع التسريح. يعني لما انا لو بحط كتير اصلا بستعمل الفرشه علشان ابلند اللون مع، فاهمين؟ فاللون اوريدي بيروح او بيجت بلندد مع التصريح، وانا اصلا ما عنديش فراغات كتير. خلصنا الحواجب. سو بيزيكلي انا مش فاونديشن جيرلي خالص، فعشان كده بحب استعمل السكين تنتس. فاحلى سكين تنت انا استعملته بتاع فينتي بيوتي، بس انا ممكن النهارده والفاونديشن اللي هو بجد 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 رهيب بعد شي جلام. هو اقول لكم ليه بعد شي جلام انا بستعمله على طول وهو حلو قوي، بالذات الهايدريتنج فاونديشن اللي هو سكين فاينايت هايدريتنج فاونديشن. بس ده دخل قلبي بتاع ات كوزماتكس. ليه؟ علشان ده انا جربته اول مره، بجد كان اول مره اجربه. كنت في كروز في دبي، يعني حر، والكروز دي ما كانش فيها تكييف، فرطوبه وحر وما حصلوش حاجه بجد، ما عرفتش. هو فعلا اويل، هو بورلس فينش، فول كفرج كريم، هايدريتنج وانتي ايجينج كونسيلر، ماشي يعني يعتبر فاونديشن وكونسيلر في نفس الوقت. في اس بي اف واويل فري ومات، يعني هو بجد. وانا اصلا بشرتي اويلي، فده اللي انا هحطه دلوقتي عشان اوريه لكم. ده شيد، والشيد بتاعتي بالظبط ده شيد ميديوم تان. احط بامب واحده. بجيب الفاونديشن براش دي جبتها من امازون، واحلى حاجه فيه كمان ان هو بيلدبل، فاهمين؟ انا بحب احط فاونديشن بس بره علشان الحته دي هملاها كونسيلر. الفرشه دي معفنه قوي، انا اول مره استعملها، جبتها من على امازون. ايه ده؟ دي وحشه جدا. هي دي عملت ابزوربنج للبرودكتس كله. يعني بصي هلف وارجع لفرشه شي جلام. ليترلي انا هضطر احط تاني بجد. ايوه كده. لوك على تو برودكتس انا بحبهم، بس علشان انا حسيت ان انا مش عايزه ان انا اعمل سبوت كونسيلنج دلوقتي. ده النارس سبوت كونسيلر، ده في شيد ميديوم 2 جينجر. بحطه على الهايبر بيجمنتيشنز اللي عندي، بس انا قلت اوريكم الفول كفرج فاونديشن. هو فعلا خبى الهايبر بيجمنتيشن. والباليت دي من شي جلام، دي باليتة الكولر كوركتور. بستعمل الاورنج بس ليترلي منها لحد ما اتعلم الكولر كوركتنج. فبستعمل الاورنج بس تحت عيني، مع اني انا ما عنديش هالات قوي، بس يعني بتفرق سيكا برضو. وبستعملها مينلي اصلا مش تحت الفاونديشن قوي، على قد ما انا بستعملها لو مش هحط فاونديشن اصلا. في الاول كنت هقول لكم ان الكونسيلر اللي انا بحبه بتاع تارت وتو فيست، بس من بعد ما جربت هدى بيوتي عايزه اشتري 10 دلوقتي. يعني ده شيد شوجر بسكت. اوكي. كونتور شي جلام شيد ايرثي سبيا، ماي فيفورت. هو غامق قوي، فاحنا هناخده بفكر اخده بالفرشه بتاعت الفاونديشن المعفنه دي. علشان ايه؟ هي اصلا بتابزورب البتاع. بس اوريكم بجد كونسيلر هدى بيوتي بيبلند لايك ا دريم. بجد حلوه قوي حاجه هدى بيوتي، ما شاء الله بجد حلوه قوي حلوه قوي. يعني هي واخده بس هايب على الباودر الايزي بيك بتاعها، بس هي حاجتها حلوه حلوه حلوه. لازم اخلص بسرعه. الكوين بلاش بتاع شي جلام ايا كان لونه ايه، بس انا بحب نايت درايف واسمه ايه ده، سوايب رايت. باتل توك بحبه ان انا هو بيجمنتد قوي زي ما انتم شايفين. باتل توك بحب احطه ساعات اندر ايز، بس باتل توك عشان هو فاتح قوي كده. احنا خلصنا الكريم، فهنثبت سيكا بس بالماك فيكس بلس. هنبتدي نثبت باودر ام ان شيد او بانانا، ماي كومبليت فيفورت ماي كومبليت فيفورت. هنعمل بس بيكنج محترم.
انا ما عملتش بيكنج انا عارفه، بس انا لسه هعمل. بحب بعد ما اثبت ليترلي اعمل بيكنج اكتر يعني. انا نسيت امسح الجل من هنا، فشايفين عكعك ازاي. بجيب بقى بثبت بقيت وشي ب باودر فاونديشن او كومباكت باودر. الباودر فاونديشن بتاع شيك لام، بس انا بحب بتاع ريمال. هثبت الكونتور ب باودر برونزر من ات كوزماتكس. شايفين انا بخلصه بحبه قوي. بحب يعني اظبط النوز كونتور بالبرونزر. بصوا يا جماعه لسه ما اتعلمتش النوز كونتورنج قوي، بس بحاول. دونت جادج مي. وهشيل خش على الايلاينر ده، ايلاينر من نوع نبيل، ده لونه بني. هعمله دلوقتي عشان لونه بني، بس انا بحب الايلاينرز كلهم بتوعها. انا لسه برضو ما بعرفش ارسم ايلاينر قوي عشان ما بحبش، بس انا عايزه اعمل الرسمه اللي هو من قدام دي. بيزيكلي انا طلعت فاشله والبتاعه اتمسحت، احط بس شويه اي شادو بني تحت، و هحط الجولدن كحل بتاعها. احطه هنا برضو. اوكي الماسكارا بقى. recently this has been my favorite mascara بتاعت هالة ثيك، وغيرها بحب احط بتاعت مينا الشيخلي. بس بحب احط الاتنين، بس اتنين على بعض، layered وكيرفد. بس كيرفد تقريبا خلصت من عندي. اخر حاجه هي الليبستيك. هوريكم بقى الليب كومبو اللي انا بموت فيه، بس اهم حاجه ان انا عايزه نعمل كده ونثبت برضه. Okay, my favorite lip combo is هدى بيوتي وفنتي بيوتي. هدى بيوتي ليب لاينر ليب كونتور اسمه ريتش براون كريمي زي القمر. ثواني بس عشان ايه انا استعملت كتير منه. وبكده نكون خلصنا الفاينل لوكس. ده الشيد بتاع فانتي بيوتي، شيد جلوس بومب البني. بحبه قوي 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 قوي. ايه رايكم في الفاينل لوك؟ قولوا لي ايه اكتر برودكت عجبكم، ولو في برودكتس انتوا بتستعملوها ولا لا. واشوفكم في الفيديو الجاي.